السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم وسط ماما جيوة ماما. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جبت لكم طلبيه ديال بوفي ديال غرانخا دي سينون، اي المزرعه ديال سينون، كما كيعيطوا هنايا في اسبانيا، اللي فيها ماغنوم كيك وكوب كيك وبوب كيك، وكذلك دوك الغيطات ديال الفوندان، وكذلك دوك التفيفيحات اللي كيكونوا مزوقين بالشكلاط. كما كتشوفوا معايا ان شاء الله غادي نتقاسم معكم الاثمنه وكذلك طريقه التزيين والتلوين ديال الشكلاط. خليكم معايا حتى الاخير. واللي ما مشتركاش في القناه اختي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس وبارطاجي الفيديو مع الاهل والاصحاب لكي تعم الفائده، فضلا وليس امرا. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو بكاب كيك اللي كنحتاجو فيه هنايا 3 ديال البيضات. هاد المقادير البنات غيعطيوني 14 الحبه وانا خاصني 12 الحبه. كنديروا كذلك كاس ديال السكر وفانيا. كنطلعوا داك البيض مزيان مع السكر حتى كيذوب لنا السكر كما كتشوفوا بحال هذا الشكل هذا. غنضيف كذلك واحد نص كاس ديال زيت المائده، وغنستمر في التطريب ديال المكونات ديالي حتى طلع لنا داك البيض. غنضيف كاس ديال الياغورت، وكذلك غادي نزيد الحليب على داك الكاس ديال الياغورت. غنبقى مستمره في خلط المكونات على هذا الشكل البنات، وغنضيف كأس ديال العنبه من الدقيق اللي كيكون مغربل او كنغربلوه ديك الساعات كما كتشوفوا. كنضيف على 3 ديال الدفعات وكنزيد الكأس الثاني. ضروري البنات ما يكون مغربل باش ما يتحببوناش في داك الكيك ديالنا. كندير هنايا الخميره الكيماويه من فئه 8 الغرام. كندمج كل شيء مع بعضياته. كنزيد كذلك الكاس الثالث 3 ديال البيضات البنات فيها 3 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق، لان خاص القوام يجينا شويه عاقد ماشي بحال اي كيكه عاديه. كيكون هذا هو القوام ديالو البنات، كيكون عاقد شويه. هنا عندي واحد البلاستيكه كندير فيها الخليط ديالي باش كندير بالتساوي في لي كيسات. بالنسبه لداك ليمول ما كنعمرهمش كاملين باش ما كيفيضناش الكيك على الليمول، وكتجيني العمليه سهله احسن ما نبقى ندير في المعالق. وما كيعجبنيش نقيس الجوانب ديال الليمول. كما كتشوفوا البنات ما عمرتهمش كاملين، عمرت فيهم الثلث. كما قلت لكم البنات هنايا هاد المقدار او المقادير ديال 3 ديال البيضات كيعطيوني 12 الحبه ديال كاب كيك. هنا البنات السر فاش اللي كيخليهم يكونوا طالعين خاصني نخليهم 10 دقائق عاد ندخلهم الفران. كما كتشوفوا كنضربهم فوق سطح العمل باش ما كيكونوش فقاعات لداخل، وكندخلهم الفران لمده 10 دقائق في حراره ديال 160 درجه. كيكون هذا هو الشكل ديالهم. تنفخوا لي البنات شويه ولكن معليش غادي داك النفخ كامل غادي يتحيد باش غنديروه باش نستعملوه في واحده اخرى. كما كتشوفوا غادي نحيد لهم كاع دوك الزوائد اللي الفوق باش غنعمرهم بالحشوات ديالهم.
كما كتشوفوا كنحيد لهم كاع القلب ديالهم باش نعمرهم يا اما بالشكلاط شوكولاته الدهن او بالكراميل او بنيسلي اللي بغيتو، اللي عندكم متوفره البنات. واللي كان في انا كانت الطلبيه ديال الزبونه ديالي هي اللي طلبات لي نعمرهم لها بالشكلاط. هنا البنات غنشارك معكم كي كيجيو من الداخل مفشفشين. نحل معكم وحده. ما كيجيوش مبوقين من الداخل على حساب داك الطيخ اللي كنا كنضربو فوق سطح العمل، وكيجي فيهم واحد المذاق البنات يا سلام. نتمنى تجربوا الوصفه وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبالتعاليق المحفزه. صافي هنايا كما شفتوا غنقسم معكم حتى الكب كيك الثانيه، حيت انا خرجوا لي 14. كان عندي طلبيه ديال 12 كما كتشوفوا كيجيو مفشفشين من الداخل. يعني هاد المقادير عن تجربه كتصدق، يعني بلا ما تشريو كب كيك واجد ولا خدموه في داركم باش تربحوا كذلك حتى نتوما البركه ديال الله. هنا البنات درت شوكولاته الدهن في بوشادوي وبقيت كنعمرهم على هذا الشكل. بالنسبه للحشوه غادي ندير معكم ان شاء الله الحشوه ديال اوريو اللي كنحتاجو فيها اوريو مطحون، وكذلك 300 ملي ديال الكريمه السائله، او اللي عنده عينكم ميزانكم اللي يكونوا يكفيو لداك الكاب كيك 12 كاب كيك. بالنسبه انا درت العيني ميزاني ولكن 300 ملي كتكفيني الكاب كيك ديال 12 الحبه. هنا درت 200 غرام ديال الشوكولاته بالحليب، كنكون ذوبتها من قبل وكنخليها تبرد شويه باش ما تهبطناش الناطه. هنا كنضيف اوريو على المكونات ديالي كما كتشوفوا طلعت الناطه مع الشكلاط وضفت اوريو. كتجي البنات حشوه لذيذه ورائعه. هنا كنديرها في بوشادوي وغنعمر بها لي كاب كيك ديالنا. هنا كنبقى ندير البنات شويه ديال الكريمه فوق داك الشكلاط او الكراميل او اللي كان عندكم متوفر باش ما يشربناش الكريمه باش ما تشربناش في الكيك وتهبط لنا. صافي كنبقى مستمر على هذا الشكل وكندخلهم الثلاجه على ما نصاوب الاشكال ديالي الاخرى. كيجي على هذا الشكل هذا. هنا بالنسبه للبوب كيك وماغنوم كيك، انا داك الزوائد اللي بقاو لي من كاب كيك داك لي مادلين ديالنا درت فيهم الشكلاط وشويه ديال الكراميل ودرت فيهم الكركاع مطحون شويه. كنديرهم هكا كويرات. انا هنا البنات احتاجيت 12 ديال بوب كيك و12 ديال ماغنوم كيك. صافي بعد ما ساليت الكميه ديالي كنكون ذوبت الشكلاط البيضاء. بالنسبه للشكلاط البيضاء ما كندوبهاش في حمام مريم، كندوبها البنات في كاسرونه على عافيه مهيله، ولكن خاصك تبقاي مقابلاها كما كتشوفوا. كندير دوك العويدات في الشكلاط وكنغرسهم في داك البوب كيك ديالنا باش كيتشدوا بلاصتهم على هذا الشكل. صافي حتى كنساليو الكميه ديالنا.
وهانتوما معايا. هنا البنات درت حتى ماغنوم كيك 12 حبه، درتو في هذا المول هذا. كذلك عندي تزيين ديال 12 حبه ديال التفاح، كندير فيهم هاد العويدات ديال لاكلاص باش غادي نزينهم من بعد. عندي تفاح هنايا بعد ما كيكون مغسول مزيان درتو يستقطر. غندوز باش ندير التزيين ديالهم. بالنسبه انا للتزيين البنات كندير تزيين في خطره، كنديرش بوب كيك بوحدو وماغنوم كيك بوحدو والتفاح بوحدو. يعني الا كان عندي بحال دابا الشكلاط البيض كندير كلشي شكلاط بيض، والا كان عندي شكلاط غوز كندير كلشي شكلاط غوز، يعني كندوز عليهم كاملين. بالنسبه لهاد الالوان او الملونات ديال الشكلاط انا شريتهم ب25 الاورو من الشركه ديال دوارينيرو، راه معروفه هنا البنات في مدريد. عندي نحتاج الملون الاحمر والاصفر. هنا بعد ما ذوبت الشكلاط ديالنا غادي نقسمو على 3 ديال الدفعات. هنا غنبقى ندير الملون في الشكلاط ديالي. غنضيف الملون شويه بشويه بتدريج باش نحصل على اللون اللي بغيت. انا بغيت داك اللون ديال السومو، اللون بحال ديال البقيره او بحال ديال الخنزير. كما كتشوفوا هذا الغوز هذا بارد. كذلك غنضيف اللون الاصفر. انا هنا غنحتاج 4 ديال الالوان، عندي اللون الابيض عادي واللون الوردي واللون الاصفر وكذلك اللون البني الفاتح. البني الفاتح البنات غادي نزيد معلقه او 2 معالق ديال الشكلاط الكحله. هنا بديت كاول مرحله في التزيين ديال التفاح باللون الوردي. انا عندي هنا 12 تفاحه، يعني كل 4 ديال التفاحات في لون. صافي هنا ساليت 4 ديال التفاحات، غندوز 4 ديال بوب كيك وغندوز كذلك 4 ديال ماغنوم كيك. يعني كما قلت لكم البنات كندير كل لون كندوز عليهم كاملين باش هكا كتسهل عليا القضيه. صافي هنايا غندير اللون الابيض 4 كذلك من كل نوع. اما بالنسبه للتزيين، بالنسبه للتفاحات او بوب كيك او ماغنوم كيك الغوز الوردي كندير فيهم داك الوجه ديال خنزير حاشاكم والوجه ديال البقيره. كنكون صوبتهم نهار قبل بعجينه السكر كما كتشوفوا على هذا الشكل. اما التفاحه البيضاء فكندير فيها الموتيف ديال قرد ديال قردون على هذا الشكل هذا حتى كنسالي الكميه ديالي. بما انني عندي هنايا طلبيه ديال مزرعه الحيوانات او غرانخا دي سينون، هادشي اللي طلبات لي الكليانه، يعني ضروري ما خاصني ندير الحيوانات كاملين. كما كتشوفوا عندي هنايا الفروج وعندي القرد وعندي كذلك الخنزير وعندي البقره والحمار حاشاكم. هادشي كامل كنت صوبته نهار قبل. الديكور ديال عجينه السكر كنديرو نهار قبل. اما التزيين ديال هاد البوفيه هذا فانا كنديرو في نهار واحد كنسالي فيه كلشي. صافي هنا كما كتشوفوا كندير تزيين. هنا ما كيساعدنيش التصوير، ما كيبين ليش التصوير كامل. هنا غندوز كذلك التزيين ديال ماغنوم كيك بعد ما ساليت التزيين ديال التفاح كذلك البوب كيك باللون الابيض. غندوز الماغنوم كيك
هنا البنات على ما كنستناوهم يبردوا شويه وكنحيدهم باش ما كيكونوش عندي دوك الزوائد مطراسين كما كتشوفوا مطراسين في الماغنوم كيك. صافي كنبقى مستمره على هذا الشكل، كندير 4 ديال الحبات او عفوا الماغنوم كيك انا هنايا درتو كامل باللون الابيض باش كيجيو فيه داك لي موتيف كيجيو باينين. صافي هنا حتى كنسالي الكميه ديالي وان شاء الله غندوز للتزيين ديال الماغنوم كيك. خليكم معايا وما تمشيو فين. هنا بالنسبه للتزيين كنجيب الشكلاط كنديروه في بوشادوي وكندير خطوط هكا عشوائيه، وقبل ما يبردوا لي كندير 4 ب4. هنا غندير العصفور وكل موتيف ديال شي حيوان كندير فيه العقيق اللي غادي يجي معاه. صافي كنبقى مستمره على هذا الشكل هذا. هنا درت العصفور والخنزير، كذلك عندي الخروف. البنات قلت لكم هنايا عندي واحد الطلبيه ديال المزرعه، مزرعه الحيوانات، يعني خاصني ندير داك لي موتيف ديال شنو طلبات لي الكليانه او الزبونه ديالي. صافي كنبقى مستمره بهذا الشكل هذا. حتى كنسالي كاع الطلبيه ديالي او الماغنوم كيك ديالي. هنا البنات غندوز باش نزين التفاح ديالنا وبوب كيك باللون الاصفر على هذا الشكل هذا. هنا البنات كذلك عندي اللون البني الفاتح كما قلت لكم، شويه ديال الشوكولاته البيضاء، زدت معاها معلقه او 2 معالق ديال الشوكولاته السوداء. هنا حتى كنسالي التلوين ديال الطلبيه ديالي كامله. كندوز للتزيين. بالنسبه لهذا التزيين هذا غندير فيه خطوط بيضاء، وكما قلت لكم البنات العقيق على حساب لي موتيف اللي عندي. انتم البنات كيجيو على هذا الشكل هذا في المنظر، كيجيو زويونين وحليلوين. هنا غندوزو للشكل الثاني ديال الشكل الوردي. كذلك الشكل الاصفر، هنا كاملين درت لهم خطوط في الابيض. هما البنات كيشدوا الوقت في الخدمه ديالهم، خاصهم التركيز، ولكن بحال اللي كتستمتعي، بحال اللي كترجعي للطفوله ديالك كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. هنا عندنا الشكل الرابع والاخير، كنزينوا بهاد العقيقات او نجيمات اللي كيكونوا في نفس اللون بني فاتح. صافي هنا كنكون ساليت الطلبيه ديال البوفي ديالي، وخليكم معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا النتيجه كي جات.
هنا كنكونوا في التالي ديال الفيديو كما كتشوفوا. كي جاو الكوب كيك وكذلك الماغنوم كيك والتفاحه وكذلك بوب كيك وغيطاس. بالنسبه للاثمنه، هنا الكاب كيك كندير له ب2.50 €، والتفاحه كندير لها كذلك ب2.50 €، والغيطه ديال فوندان كندير لها ب1.50 €، وبوب كيك كذلك 1.50 €، وماغنوم كيك 2 €. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وما نكونش ثقيله على قلوبكم، وشكرا بزاف للتعاليق ديالكم والمحفزه واللايكات ديالكم. واللي ما مشتركاش في القناه اشتركي اختي في القناه وفعلي زر الجرس باش يوصلك كل جديد. نتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.